حكايتنا اليوم عن فنان من الزمن الجميل ووالد لفنانتين جمال. إنه الفنان نهاد رامي، والد الفنانتين علا رامي وسحر رامي. الفنان نهاد رامي يعد واحد من الفنانين المهمشين في تاريخ السينما المصرية والتلفزيون المصري. ربما يعود السبب في ذلك إلى قلة أعماله وصغر مساحة أدواره وطبيعة أدواره التي فرضت عليه بسبب ملامحه الأوروبية، ولعل البعض منا يتذكر ملامحه وبعض أدواره، وإن كان اسمه ربما لا يعرفه الكثيرون منا. وللأسف الشديد فإنه لا توجد أي معلومات متاحة عن حياته إلا تاريخ وفاته يوم 28 نوفمبر عام 2008. انحصرت معظم أدوار الفنان نهاد رامي في السينما والتلفزيون في شخصية الخواجة أو الرجل الأجنبي بسبب ملامحه الأوروبية وشعره الأشقر. ومن أشهر الأفلام السينمائية التي شارك فيها ليلة القبض على فاطمة، وقاهر الزمن، وإعدام ميت، والبريء. ومن أشهر الأعمال التلفزيونية التي شارك فيها هو السقوط في بئر سبع، ورأفت الهجان، وليالي الحلمية، والوصية، ورحلة المليون. وهو يعد مؤسسا لأسرة فنية، حيث أنه والد كل من الفنانتين علا رامي وسحر رامي. والمعروف أن كل منهما قد مارست الفن منذ الصغر، ثم التحق بأكاديمية الفنون لدراسة الفن الباليه. أما بداية علا الفنية فكانت في طفولتها المبكرة، حيث ظهرت مع الفنان محمود مرسي والفنانة نادية لطفي في فيلم السمان والخريف، ومع الفنان رشدي أباظة والفنانة نادية لطفي في فيلم جريمة في الحي الهادئ، ومع الفنانة سعاد حسني والفنان شكري سرحان والفنان صلاح منصور والفنانة سناء جميل في فيلم الزوجة الثانية، ومع الفنان حسن يوسف والفنانة سميرة أحمد في فيلم السيرك، وغيرها من الأفلام السينمائية. ثم أكدت جدارتها الفنية في شبابها بدور ماجي شارل سمحون في مسلسل رأفت الهجان، بالإضافة إلى دورها الشهير في فيلم حنفي الأبهة. أما شقيقتها سحر رامي فقد كانت نجمة للإعلانات التلفزيونية، ثم توهجت موهبتها في فوازير رمضان مع سمير غانم، ولمعت في السينما من خلال فيلم كابوريا، وفي التلفزيون من خلال مسلسل هوانم جارد سيتي. رحم الله الفنان نهاد رامي وأسكنه فسيح جنته. إذا عجبكم الفيديو نعمل شير ولايك، وانتظرونا في حلقات أخرى عن الفنانين.